اخبارك بلي الطبيب تيمرض وبان الزين كيمشي وبان مول التاج كيحتاج. علاش هذا الكلام هذا؟ باش تفهموا غير واحد الحاجه، بزاف الناس السؤال اللي مدوخها ومحيرها، من غير السؤال ديال الفلوس وديال الولاد وديال الطوموبيل وديال الدار وديال القوه وديال ما عرفتش شنو، هو التوازن النفسي. لان اللي ما كيحسش براسو ما كينعش مزيان، واللي ما كيحسش براسو بان راه كتجيه البكيه، واللي ما كيحسش براسو بان راه كيخوف من الموت، واللي ما كيحسش براسو بانه راه كيتعصب بلا قياس، واللي ما كيحسش براسو بانه راه ما عنده احساس ولا بحال الحديد، واللي ما كيحسش براسو بانه راه ما كيتعاطفش مع الناس الى اخره. يعني اللي ما كيدور شي في راسو وما كيشوفش وجهه الحقيقي في المرايه، راه غير تيغطي عين الشمس بالغربال. اللي قوي وما كتاثرش فيه الهضره، شي واحد اللي ما كتاثرش فيه الدنيا وما تيفكر شي في الخوف وفي الموت وفي المرض وفي الفقد، راه لا بوجود له. غير الناس كاين اللي كيعترف بهذا الشيء كله، كيتعايش معاه باش بالعلم، بالمعرفه، بفعل الخير، بالعمق ديال الايمان بالله وبالتقرب من دائما واحد الصفه رائعه اللي هي التواضع والوقوف. قال له البس قدك يواتيك، وعاش من عرف قدره وجلس دونه، قل منه. التوازن النفسي، الراحة، الهناء، السعادة، هضرة أخرى، راهم جد نسبيين ولكن ضروريين. كل نهار واحد العدد الوقت في الليل وفي النهار، في النعاس وفي الفياق، يحس الواحد باش يقدر يعيش مرتاح. هذا التوازن هو واحد الخط رفيع ما بين سلوكك العادي وما بين تعلم بزاف ديال العادات جديدة سلوكية وفكرية اللي غادي توصلك لهذاك المستوى. صعيب تقال هنايا طبعا، ولكنها ممكنة جدا. هي سلسلة ديال الحوايج، شحال ما كنتي في حياتك الحقيقية الواقعية بعيد عليها، شحال ما الرجوع عليها غادي يقتضي منك مجهود، إرادة، إيمان، وواحد التدريب معين، واحد الاكزيرسيس، واحد الممارسة معينة يومية، واحد العدد المرات ولا أسبوعية، ولا بحال الرياضة، دقة دقة، بوكا بوكا، خطوة خطوة، حتى كتوصل لأنك تسترجع لياقتك البدنية. التوازن النفسي، الراحة النفسية، راها ما يمكنلكش ديرها بوحدك، كديرها أنت ومن معك في الدنيا في حياتك اليومية. كيفاش؟ هذا موضوع آخر من الناحية العملية، ولكن دير يقينك في الله، آمن براسك، آمن بالآخرين، آمن بالهبة ديال الحياة وبأن الحياة زوينة وراك غادي توصل لهذا الشيء.